اهلا بيكم في حلقة جديدة من فرق نقطة. ليفربول تصدر دوري، تصدر تشامبيونز ليج. مستحيل كان حد يتوقع حاجة زي كده مع قدوم مدرب جديد. ارني سلوت بينجح انه يركب الدوري ويركب تشامبيونز ليج. حتى بالنسخة الجديدة من تشامبيونز ليج ارني سلوت بينجح انه يتصدرها، يعني حاجة كناش نتوقعها وحاجة ما كانش حد في خياله، وانت اصلا كمان مش عامل صفقات. مفاجأة من ليفربول. الناحية التانية السيتي بيتعثر 4 ماتشات ورا بعض، حاجة مستحيل تحصل. السيتي بتعاني الفترة دي. بيب جوارديولا أول مرة في تاريخه يخسر 4 ماتشات ورا بعض، بس دي حاجة في صالحنا، خلتنا نتصدر الدوري وخلتنا نقدر إن احنا ننبسط شوية قبل ما التوقف يجي. وبعد التوقف هنشوف اللي هيحصل. عندنا ماتش ريال مدريد، عندنا ماتش مانشستر سيتي. هنتكلم عن كل ده في حلقة لوحده عن ليفربول، بس خلينا النهاردة نتكلم عن الجولة اللي خلصت، ويلا بينا نبدأ. البداية هنبدأ ماتش ليفربول واستون فيلا. في ناس كتير قالت ان استون فيلا كانت ممكن تكسب، كانوا ممكن هم اللي ياخدوا ال3 نقط. انا شايف غير كده تماما. استون فيلا ما لعبتش ماتش جامد. ممكن ليفربول بالنسبة لبعض الناس ما ظهرش بشكل كويس، ولكنه قدر انه يحقق الفوز على ارضه، ودي حاجة مهمة جدا. ما حسيناش بخطورة استون فيلا غير في كورتين، الاتنين كانوا ضربات ركنية. اونانا كان هيجيب واحدة بس كلير شال الاتنين، فحتى استون فيلا ما لعبتش الماتش الجامد اللي انت متخيله. ممكن تكون شايف ان ليفربول ما لعبش كورة جميلة او كده، ولكنه قدر انه يفوز، وده المهم في الدوري. انت يعني كذا مره كنت بتلعب حلو وفي الاخر بتخسروا فرق نقطه. فالمهم ليفربول بدا الماتش كويس جدا. الضغط بتاع ليفربول بقى احسن عن المواسم اللي فاتت. يعني انت كنت زمان بتحس ان الدفاع صحراء، الدفاع ورا اي حد ممكن يروح في المساحه يخلص. دلوقتي لا، الدفاع ماشي كويس. كوناتي فايق قوي هو وفان دايك. بنشوف اصابه ارنولد، هنشوف كده هل ممكن يلحق بعد التوقف. الماتشات الجايه عندنا ماتشات صعبه زي ما قلنا، ريال مدريد والسيتي هتبقى ماتشات رخمه وماتشات حاسمه للدوري، وفي نفس الوقت مهمه في الشامبيونز ليج. فهنشوف هل برادلي هيقدر يبقى خير بديل لارنولد زي كده ماكلير خير بديل لاليسون. هنشوف الاخبار ايه. بس ليفربول قدر يلعب ماتش كويس. داروين نونيز بيسجل هدف صناعه صلاح وهو بيقع على الارض. يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه على صلاح بصراحه. كل ما بيظهر بشكل سيء بعديها على طول الراجل بيفاجئنا، بيعمل حاجات احنا مش متخيلينها. الراجل عنده داخل على 33 سنة ولسه في مشاكل في عقده. غالبا التجديد هيجي. اعتقد سلوت ممكن يعني يصحى من النوم يقول للإدارة انا عايز صلاح معايا، المشروع ده لازم يكمل بيه. هنشوف الاخبار كده. ولكن صلاح قدر انه يسجل كمان هدف جميل بصراحة، بيخلص الماتش خالص. ففي النهاية الماتش مش وحش كأداء لليفربول، لان في نفس الوقت استون فيلا ما لعبتش حلو قوي، ولكن ليفربول قدر انه بخبرته يكسب الماتش ده. نروح لمانشستر يونايتد وليستر سيتي. مانشستر يونايتد ماشيين على الطريق الصح. برونو رجع لمركزه، يعني اخيرا بنشوف برونو بيلعب صانع العاب عادي، مش لازم يبقى مهاجم تاني جنب ايا كان اللي بيلعب. الراجل بيلعب ماتش كويس جدا، ومن ساعه ما تنهاج غار في داهيه. هو فعلا مستواه اتحسن مع فان نيستلروي، واعتقد كمان مع المدرب الجديد هيبقى احسن واحسن. الناحيه التانية اماد ديالو، مع انه كان اكتر واحد عامل كي باسز في الفريق، برضه كان بيقعد دكه. ده ساعه تنهاج يعني كان بيقعد دكه. الراجل في اول جون بيعمل اسيست حلو قوي، يعني تستغرب ان هو كان قاعد دكه طول الفتره دي، ولكن بدا يشارك ودي حاجه كويسه طبعا لفريق زي اليونايتد. في الشوط الاول اليونايتد بينجح ان هو يتقدم. جونين برونو فرنانديز، بس الجون الثاني حسبوه في الاخر اون جول على الباك الشمال بتاع ليستر سيتي. فاليونايتد ماشي كويس، يعني كمان مع المدرب اللي جاي بعد التوقف ده هنشوفه احسن واحسن. ولكن في الشوط الثاني الريتم بيقل شويه، وده طبيعي. يعني مش لازم طول الماتش تبقى ماشي فول باور، ممكن تهدى شويه. بس تشوف هنا تغييرات فان نيستلروي عمل تغييرات كويسه ساعدت فعلا الفرقه. اول ما خرج راشفورد جرناتشو بينزل، بعدها بدقيقتين الهدف الثالث بيجي لمانشستر يونايتد. تغييرات فعلا بتساعد الفريق، يعني ده الفرق بقى من مدرب بيساعد ومدرب كان بيضعف في الفرقه اكتر. هنشوف اليونايتد هتعمل ايه الفتره الجايه مع المدرب الجديد اموريم. ماتش هادي و3 نقط هاديين لليونايتد. نروح للماتش اللي كان مفاجاه، توتنهام ابسويتش. يعني ابسويتش بدات الماتش كويس. الشوط الاول كان هجمه هنا وهجمه هنا لحد ما ابسويتش سجلت. توتنهام بدات تخبط، ارتبكوا شويه لحد ما سجلوا فيهم الجون
الجون الثاني، يعني تحس ان توتنهام كانت هي الفريق الضعيف، هي الفريق اللي بره ارضه، هو الفريق اللي لسه صاعد. ابسويتش قدرت ان هي تمشي الماتش زي ما هي عايزه، لعبوا شوط جميل جدا. الشوط الثاني ابسويتش بتتحكم اكتر في الماتش، بتهدي اللعب، قدرت ان هي تخرج من ضغط توتنهام بشكل ذكي. وكمان اوماري هاتشسون وميوريتش حارس الفريق لعبوا ماتش كويس جدا. كانت نتيجه مفاجاه، ولكن ابسويتش بتفاجئنا وفريق كويس ماشي كويس لحد دلوقتي. هنشوف هل هيقدروا يكملوا على هذا النمط ولا هيقلوا. بالنسبه لتوتنهام، فتوتنهام في خط الوسط لازم يبداوا يرجعوا يلعبوا عادي بسوما وماديسون وكولوسوفسكي، يعني دي كانت بتمشي الريتم احسن وبتساعد الفريق فعلا. انما فكره ان انت تبدا باتنين سي دي ام دي مش حاجه صح. وكمان بنتنكور انت خليته يبدا مع انه بقاله فتره غايب. هنشوف توتنهام هل هتقدر تعدل مسارها وتكسب السيتي عندهم ماتش جاي بعد التوقف. هنشوف الاخبار ايه. نروح لديربي لندن، تشيلسي وارسنال. ارسنال متعثره مصممه تلعب باسلوب مش اسلوبها ولا عمرنا شفناه، ولكن خلينا نمشي كده باحداث الماتش. الشوط الاول تشيلسي لعبت شوط كويس جدا، بس يعني اللي لاحظته ان تشيلسي دايما لعبها ناحيه مدويكي، ما اعرفش ايه الفكره. مدويكي يبقى هو اللي ناحيته اللعب، مع ان لو حد منهم نقل الملعب لبالمر او نيتو كانوا ممكن يتقدموا عادي في الشوط ده. بس اللي فهمته يعني ان ممكن عشان جوستو هجومي اكتر من كوكوريا فبيلعبوا ناحيته، مش عارف. ولكن لو لاحظت بيدرو نيتو اول كره جات له ناحيه الشمال عرضيه لجوستو كانت ممكن تيجي جون، كانت قريبه جدا بس في الاخر بتطلع اوت. الناحيه الثانيه ارسنال شفناها متحكمه شويه في الكوره، ولكن مفيش خطوره زي ما احنا متوقعين. يمكن اخطر كوره جات لارسنال الهدف اللي اتلغى، فاول اتلعب بسرعه، هافرتس بيحطها، فينيش كان كويس ولكن الهدف اوفسايد وكانت واضحه يعني اوفسايد من الاول. الشوط الثاني شفنا تشيلسي بدات فيه متاخر شويه، ده خلى ارسنال تمسك الكوره، ولكن برضو الهجمه الخطيره الوحيده جت من اوديجارد اللي راجع من الاصابه. الراجل بيلعب عرضيه لمارتينيلي، واصلا انا استغربت ان مارتينيلي استلمها وحطها كده في الضيقه، يعني حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لي ان مارتينيلي صايع للدرجه. اوديجارد عودته ممكن تساعد الفريق جدا، خصوصا في فكره ان هم يصنعوا فرص اكتر، وانت كمان ما عندكش مهاجم. هنتكلم في حته المهاجم دي بس شويه كده. تشيلسي بعديها بشويه بتعمل تغييرات، اخيرا مدويكي بيخرج، بينزل مودريك، بيدرو نيتو يروح ناحيه اليمين، مع اول فرصه تجيله جون جميل بصراحه، شوطه من بره ال 18. فاعتقد ان ماريسكا لازم يبدا يشوف حل في الموضوع ده، يعني يا يسيب نيتو ناحيه اليمين ويلعب بمودريك او سانشو ناحيه الشمال، لان مدويكي فعلا تحسه اقل شويه من بقيه اللعيبه في الملعب. ونروح لارسنال، يعني لو شفتوا اخر كوره لارسنال هتعرف ان هم فعلا محتاجين مهاجم. انت خلاص غيرت اسلوبك، ما بقتش تلعب الكره اللي احنا شفناها المواسم اللي فاتت، بقت كلح شويه، بقت رخم شويه زي ما بيقولوا. فانت محتاج مهاجم 9 صريح. الكرة اللي جت لتروسر ده اخر الشوط دي كانت ممكن تشقلب الجدول خالص، ولكن لو في مهاجم كويس تقدروا تتعاقدوا مع واحد في الشتاء، يعني ارسنال لازم مهاجم صريح. نروح للسيتي، مش لماتش السيتي، نروح للسيتي نفسها. مانشستر سيتي من بعد فولهام او من ساعه ماتش فولهام هم سيئين، يعني حتى ماتش فولهام لو حد فاكر كسبوه 3-2، كسبوه بالعافيه. بعديها وولفز كسبوها بشق الانفس، بعديها ساوثهامبتون برضه 1-0 بالعافيه وانت بتلعب على ارضك. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بقى في شويه، يعني بعيد عن الاصابات، هو بقى في شويه فزلكه زي ما بيقولوا، فلسفه زياده عن اللزوم. يعني ماتش السيتي الاخير قدام برايتون، هو جفارديول احنا كلنا عارفين انه باك شمال واحسن واحد في الفرقه الفتره دي كمان، وكمان بيسجل اهداف كتير. لعبته سنتر باك جنب مدافع انا مش هينفع اقول اسمه، وخليت ريكو لويس اللي احنا عارفينه انه ناحيه اليمين طول عمره خليته يلعب شمال عشان كايل ووكر يلعب اليمين. طب ما انت كان عندك اكانجي على الدكه وناسن اكي على الدكه، ليه دول ما ينزلوش ماتش زي ده وانت عارف ان برايتون رخمه وكمان على ارضها؟ ففي النهايه جونين في اخر الشوط الثاني بيخلصوا عليك خالص. دي بتبقى الخساره الرابعه في 3 بطولات مختلفه لمانشستر سيتي، اول مره تحصل في تاريخ جوارديولا، وغريبه انها تحصل خصوصا في ماتشات كان في دي بروين على الدكه وبينزل متاخر جدا. يعني ماتش برايتون كان ممكن ينزل من بدري ويخلي ماتياس نونيز او يشيل ماتياس نونيز خالص ويخلي فودن شمال ودي بروين يلعب في مركزه الطبيعي. ما شفناش كده، فزلكه كتير، حاجه غريبه. وطبعا انا مش بقول ان السيتي كده خلاص يعني بره اي منافسه، ولكن السيتي حاليا وحشه، فاللي عايز يستغل السيتي ويفوز عليها فهي دي احسن فتره ان انت تكسب السيتي فيها. نروح بقى للمهاجم الفتاك هالاند. يعني ماتش سبورتنج جات له ضربه جزاء خبطت في العارضه وما دخلتش. الماتش ده جون بالعافيه كده، يعني فيربروجن كان هيشيلها ولكن ايه لحقها وبيكمل عليها وهكذا. ماتش بورنموث بتجيله الكوره على دماغه
بدماغه في ال6 ياردة بيخبطها في الحارس، بعدها بتجيله تاني بيخبطها في العارضة وتطلع. اداؤه سيء، اداؤه وحش، مش فايق. مش عارف احكم عليه، ولا هو هل ده خلاص ده اخره، هو ده مستواه. انا راجل هاتولي الكرة في المنطقة هخلصها، انما غير كده انا ما عنديش حاجة اعملها. يعني حتى ماشي انت بتضغط كل حاجة، ولكن فين بقى الكورة؟ عايزين نشوف توزيعة لعب، عايزين نشوف ثرو حلو، الحاجات دي. وانت كمان مع جوارديولا المفروض الحاجات دي تطورها من نفسك، يعني مش محتاجين نتكلم على جوارديولا في الحتة دي. هنشوف السيتي هتوصل لايه بعد كل ده. وبس دي كانت نهاية حلقتنا. متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وفولو على تيك توك ولايك على بيج الفيسبوك، وسلام.